السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بالي راكم كامل تحوسوا على كاطو للقهوة ساهل بنين يقطع أكثر من 50 حبة، ماشي مكلف، بمكونات اقتصادية في متناول الجميع ويذوب ذوبا في اليد قبل الفم. ما عليكم غير بهذه الوصفة، لكن قبل ما نشوفوا طريقة التحضير ما تنسوش البنات ديروا لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو. نحتاج فيه 250 غرام مارغرين طرية تكون بدرجة حرارة المطبخ، مع كاس كبير تاع سكر غلاس، هنا مقدار الكاس المستعمل تاع 250 مليلتر، ونزيدو لافاني، ونضيف كذلك 4 مغارف كبار زيت، ونزيدو الملعقة الأخيرة، ونخلطهم كامل مع بعض. حتى يتضاعف حجم الخليط ويولي لنا اللون تاعو مائل للأبيض نوعا ما، وكذلك القوام تاعو كريمي بهذا الشكل. الآن نزيد البيض، عندي 2 حبات كاملين مع صفار بيضة، وندخلهم في الخليط الأول. وهذه النقطة جد مهمة، لازم البيض يتجانس جيدا مع المارغرين والسكر. ونروح الآن للمكونات الجافة، نفس الكاس اللي كنا عبرنا به المكونات يعني في الأول نكملوا به باقي المكونات. كما راكم تلاحظوا البنات، شوفوا لازم يولي لكم الخليط بهذا القوام. عندي 3 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع مايزينا، ونص كاس تاع كاكاو بني، من الأحسن يكون من النوعية الجيدة. ونزيد كذلك الفرينة بالتدريج مع كيسين تاع خميرة كيميائية. نعاود لكم، درنا 3 مغارف كبار تاع مايزينا، ونص كاس تاع كاكاو بني، الفرينة، و2 أكياس خميرة كيميائية. ونلم بيدي هكذا باش نحسوا بالقوام تاع العجينه، باسكو لو كان نخدموا غير بلا سباتول بالك تيبس لنا العجينه وما نعرفوش كيفاش يعني القوام تاعها، لا راهي طريه ولا ناشفه بزاف. وثاني حاجه واحده اخرى، الفرينه قبل ما تستعملوها من الاحسن تغربلوها وتجمعوا برك بلا ما تعجنوا. نزيد كميه اخرى. شوفوا البنات، بالنسبه للكميه تاع الفرينه ما نبغيش نعطيكم مقادير مضبوطه، باسكو كل وحده والكاس تاعها اللي تستعملوا شحال يرفد. حاجه واحده اخرى، دي فوا البيض الحبات يكونوا كبار ودي فوا يكونوا صغار، يدوا كميه اقل تاع الفرينه. وحتى النوعيه تاع الفرينه كاين اللي تشرب وكاين اللي لا. على هذاك الشيء نقول لكم لموا حتى تحصلوا على عجينه طريه وتكون طريه جيدا وتتلاصق كما راكم تشوفوا هكذا، باسكو سر نجاح هذا الكاطو كي تكون العجينه تاعو طريه. ونروحوا الآن نوزنوها كريات على وزن من 25 حتى ل 30 غرام، يعني كل وحدة كيفاش تبغي الكاطو تاعها يكون كبير. أنا درتهم حوالي 29 غرام. وإذا بغيتوا يقطع لكم كمية أكبر ديروا وزن العجينة 25 غرام، راح يقطع لكم 54 حبة، لكن هذا المرة أنا كي درتهم 30 قطع لي 45 حبة بالضبط. وفي هذا الوقت ديروا الفوغ تاعكم يسخن على درجة 170، سخنوه مليح حوالي 15 دقيقة من قبل. ونروحوا الان للطريقه تاع الطياب. دائما نديروا السنيوه في الرف الوسطاني، نشعلوا له من التحت فقط، كي تشوفوه طاب مليح من التحت وحمر طفوا عليه وشعلوا له من الفوق. من الفوق ما يبان لكمش باللي حمر، لكن تشوفوا الحبات باللي بداو يتشقوا كامل خلاص يعني راهو طاب، نحوه. انا نطيب هذه السنيوه، نكمل الحبات اللي بقاو لي، ونتلاقاو في طريقه التزيين. وهنا البنات كما راكم تشوفوا بعد اللي طاب الكاطو حمار مليح من التحت
ومن الفوق تشقوا كما كنت قلت لكم في الاول، كي ديروهم في السنيوه قبل ما طيبوهم بعدوا بين الحبات هكذا باش ما يتلاصقوش باسكو فيهم لا لوفير. نخليهم جانبا ونروحوا نحضروا لاصوص تاع الشوكولا. نحتاج فيها 200 غرام شوكولاته قطعتها قطع صغار، هنا شوكولا بالحليب مع كاس صغير تاع الحليب. نخلطهم ونذوبها على نار جد هادئه، ما تقووش بزاف النار باش ما تنحرق لكمش الشوكولاته، وبقاو تحركوا فيها باستمرار حتى تذوب، تتحصلوا على خليط سائل يكون بهذا القوام. وعندي كذلك نواة كوكو يعني جوز الهند. نخلوها تدفى شويه، نروح نجيب فرشيطه ونعاودو نرجعو. نغطسوا الحبات تاع الكاطو تاعنا، نغطسوهم مليح هكذا باش يتشربوا الشوكولا وتجينا فيهم من الداخل البنه تاع الشوكولا، وزيد تدخل لكم في هذوك التشققات. نقطروهم شويه هكذا ونرمدوهم مباشره في نواة كوكو. شوفوا البنات اللي ما تبغيش الكو تاع نواة كوكو تقدروا ترمدوه كذلك في الكاوكاو محمص ومطحون ولا في الكوفرات، يعني كل وحده على حساب الذوق تاعها. وننفض الحبه نتحصل على هذا الشكل. تزيين جد بسيط تاع كاطو يومي تاع القهوه اللي ما يكونش مكلف. وبنفس الطريقة نكمل مع باقي الحبات ونتلاقاو في طبق التقديم. وصلنا لنهاية وصفتنا لنهار اليوم، وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو اللي كنا حضرناه مع بعض. صدقوني البنات جا ولا اروع، بزاف بنين، الذوق تاعو هايل، الطري يذوب في الفم، وكذلك الحاجة المليحة فيه كامل انه كل ما يقعد كل ما يزيد يولي بنين ويزيد يطرى. وكذلك يعني ما تلقاوش كاطو اسهل من هذا بمكونات اقتصادية، يقطع لكم كمية كبيرة، وكذلك ما يشدش في الوقت، يعني في نص ساعة وانتم وجدتوه للقهوة. وان شاء الله انتم كذلك تجربوه، واذا جربتوه ما تنسوش تبعثوا لي تطبيقاتكم على حسابي في الانستغرام. ما بقى لي غير نقول لكم نلتقي باذن الله في وصفه اخرى، والسلام عليكم.